السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. لو لسه ما اشتركتش في القناة متنساش تعمل سبسكرايب، ولو مشترك متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. النهاردة أو إنما الشهر ده من نص شهر 2015 وأنا بادئ في تريننج كده على سيستمز وأنظمة تشغيل معينة. الموضوع بالنسبة لي حاسه صعب جدا، ومش حاسه صعب جدا، يعني حاسس الموضوع مش ألطف حاجة. حاسس الموضوع فيه شوية صعوبة أو فيه شوية مجهود، أو محتاج إن أنت بتعرف الحاجة، لأ محتاج إن أنت تعيد عليها تاني، أو بتحس إن أنت ما أتقنتهاش 100%. بس كل ما حد من صحابي أو من زمايلي اللي معايا في التريننج يسألني أو مثلا يقول لي إن الدنيا مش لطيفة قوي أو الدنيا صعبة، بلاقي نفسي برد تلقائيا إن ده طبيعي، ده لسه إحنا في أول الموضوع، إحنا لسه نحتاج إن إحنا نشتغل عليه مرة واتنين وتلاتة وأربعة علشان إن ده طبيعي، أي حاجة في بدايتها بتبقى صعبة. فحتة إن أنت لسه بادئ حاجة جديدة، أو بادئ في موضوع مشروع جديد، أو بادئ في لغة مثلا بتتعلمها جديدة، أو سيستم زي اللي أنا بقى مثلا شغالها دلوقتي جديد، دايما هتقابل صعوبة، أو دايما هتقابل إن أنت يعني ليه طيب هنقابل صعوبة؟ يعني ليه يا أحمد أو ليه يا داود هنقابل صعوبة؟ لأن طبيعي، لأن طبيعي بداية أي حاجة أو بداية أي حاجة جديدة عليك صعبة، أو أنت دماغك أو عقلك أو مخك مش واخد على الحاجة دي، فمحتاج مرة واتنين وتلاتة، ومحتاج وقت علشان يبدأ يتعود عليها. لما بتيجي وأنت صغير تتعلم الكلام بتتأتأ كتير، بتتأتأ كتير جدا. لو كنت استسلمت وأنت صغير وقلت مش حابب أكمل تعليم إن أنا أتعلم إن أنا أتكلم، مش هيحصل. بس هي الفكرة يمكن وألطف حاجة واحنا صغيرين إن احنا ما بيكونش عندنا حتة الاستسلام. لو بتقع تتعلم المشي، فانت بتقع بتقوم وتمشي تاني، بتقع وتتعور وتقوم وتكمل وتمشي تاني لحد ما تتعلم انك تمشي. الكلام برضو نفس الموضوع، بتفضل تتأتأ في الاول، مش عارف تقول غير مثلا ماما وبابا بس، لكن مع الوقت بتلاقي نفسك بدأت انت تتعلم ازاي تتكلم. فده طبيعي لما نيجي نتعلم اي لغة جديدة، اي سيستم جديد، اي حاجة، اي مثلا لعبة جديدة، مهارة جديدة، طبيعي ان هنحس في الاول الموضوع صعب، لان لسه عقلك بتفتح لحاجة جديدة أول مرة تدخل عليها، عقلك لسه بيستكشف الموضوع، عقلك لسه حاجة مش متعود عليها أول مرة يتعلمها، فطبيعي ده يحصل. إيه اللي إحنا بنستفاده أو إيه اللي إحنا هيحصل تدريجيا؟ تدريجيا هتلاقي الموضوع خلاص لما عقلك دخل الحاجة دي عليه مرة واتنين وتلاتة وأربعة، خلاص هيبدأ إن الحاجة دي طبيعي، أو هيبدأ نشوفها خلاص دي حاجة عادية جدا، أو إن الحاجة دي خلاص أنا بقيت إيه مستلذها، أو بقيت أشوفها أكتر من مرة. فطبيعي خلاص إن أنا الحاجة دي أنا هبدأ إن أنا إيه، لا هتبقى اسهل شويه، هتبقى اسهل شويه، هتبقى اسهل شويه. فعايز اقول ان يمكن كفايه ان انت بس تستفاده في الموضوع ده، ان انت عقلك هيبدا ينضج، يبدا يشوف حاجه داخل عليه جديده، هيبدا يكبر. يمكن دي من اكبر الاستفادات انت هتشوفها. بس فانا عايز اشارك معاكم، او عايز اقول معاكم ان انا فعلا الموضوع حاسه علشان جديد عليا، فلا مش عايز اقول كلمه صعبه ديت، بس هو مع الوقت هبدا ان انا استسهله، او يبدا عقلي خلاص يبدا يدرك الموضوع ويبدا ياخد عليه، ويبدا يوصل لمستوى السيستم ده او اللغه دي او ايا كان حاجه اللي احنا بنتعلمها. بس انا هتكلم عن انا شخصيا موضوع التريننج على السيستم عامه. فحبيت ان انا بس اشارك معاكم الحاجه دي بس يعني. فمن هنا لحد اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.